تعال نسيبونا بقى من أي حاجة سلبية والحاجات اللي هي مزعلانا واحنا ملناش دور ان احنا نزعل فيها اصلا. لا كاس عالم ولا حاجات مفروض يعني مثلا معرفتنا بيها مش هتفيدنا بحاجة اصلا. ارض مسطحة ولا ارض كروية، احنا ناسين نفسنا وفي لهوة كبيرة جدا. اسمع معايا كده وكمل وشوف نفسك كده، عايز تتغير من اجل نفسك ولا لأ؟ ولا عايز تفضل عايش تروح تضرب مخدرات، تروح تغير من نفسك في السلبي مش في الايجابي؟ اذا كان واحد او واحدة، ازاي يعني؟ ازاي سايب نفسك كده؟ وانا برضو بقول لنفسي ازاي انا كنت سايب نفسي كده، بفكر نفسي ان انا كنت بجري ورا شهواتي ورغباتي واروح اجري هنا وهنا وهنا من غير هدف، من غير اي حاجة اعملها لنفسي. حتى ربنا مش هزيده بحاجة لو قربت منه، ومش هينقص حاجة برضو لو بعدت عنه. انا اللي محتاج، وانا اللي في غفلة، وانا في رحلة يا هطلع منها كسبان يا هطلع منها خسران دنيتي واخرتي. دي المقدمة، معلش كلامي قاسي شوية، بس انا جاي اقول لك على شوية حاجات انا بعملهم شخصيا، وعايز افيد اخواتي اللي ما عندهمش اخوات اكبر منهم ولا اصغر منهم ولا عندهم اخوات. يعني زي ما بيقولوا كده اخوات اللي هم بيشدوا في الخير، بيساعدوا بعض في الايجابي مش في السلبي. آه، النهارده انا جاي اقول لك ازاي تلتزم يعني انا قصتي مع الالتزام ده جت بطريقه كده ايه، من اقتراح من واحد يعني. مش عارف اقرا في المصحف مثلا، انا بقى يعني بصلي، اجي اصلي فرض اوقع فرض، اصلي فرض اوقع فرض، مش عارف التزم. قال لي انت عشان تلتزم اول حاجه لازم تبقى حاطط لنفسك اهداف. يعني كلنا الاول كنت انا بصلي مثلا خايف من النار وبحط لنفسي لما اصلي الجائزه بتاعتي الجنه، فبشجع نفسي بحاجه زي دي. انا عن نفسي كده يعني، في ناس لقيتها بتصلي مثلا عشان ترضي حد، دي طلعت حاجه كبيره جدا. انك ده كده حاجه اسمها حاجه داخله في الرياء يعني والنفاق، وحاجه مش، انت مش حقيقي اصلا. فتعال نشوف الحاجات دي ونخش في الموضوع على طول كده. الحاجه دي جربها كده وقول لي ايه رايك. يعني اول حاجه تكون متوضي بس وتكون طاهر. المصحف ده كده بنجيبوه تمام، بقول يا رب ابعت لي رساله ليه، وبقرا صفحتين. اول ما بفتح المصحف كده بقول يا رب ابعت لي رساله عشوائي، لان بدل ما اقعد اقلب كده في المصحف والف في صفحات وبتاع، لا، انا ماسك المصحف بقول يا رب قبل ما افتح المصحف بقول يا رب ابعت لي رساله. والصفحتين دول اللي بيظهروا لي دول، انا طلع لي سوره النور تمام. الصفحتين اللي بيظهروا لي دول باخد منهم رساله. لو قال لي النار والظالمين والمنافقين فانا هاخد منها عبره وعظه. لو قال لي مثلا سنبشرك، اخد الكلام على نفسي، فاهم؟ واحده واحده يعني هتفهم انا ليه الحاجه دي كويسه، وليه نقلتني نقله كبيره. الالتزام في الصلاة شجع اللي حواليك برضو عشان تشجع نفسك. يعني ما تسيبش نفسك ايه تصلي لوحدك، حاول تصلي صلاة الجماعة. ولو واحدة تشجعي اخواتك، تشجعي امك، تشجعي ابوكي. تصلي لوحدك دي مش عبء اصلا، دي حاجة كبيرة جدا. انت سايب الدنيا كلها وسايب اللهو ده كله ورايح لربنا. دي اول حاجة في الالتزام اللي انا يعني حاجة كويسة بقى اتعلمتها وحابب اعلمها لكم. والحاجة التانية والأساسية دي البذرة بقى بتاعت الشغل أو الموضوع ده كله، إن أنا أعيش النهاردة. يعني أكني أعيش النهاردة بس. إزاي؟ أنا حاطط هدف يومي. يعني مثلا أنا عندي أهداف يومية. بلاش أهداف عشان ممكن في ناس بتاخد الكلمة كبيرة، بس هو لازم البني آدم يكون عايش لهدف. يعني أنا النهاردة لازم يكون عندي أهداف زي ما قلت كده. والأهداف دي يعني بحط لنفسي هدف يومي
على مدار اسبوع، والاسبوع يجيب اسبوع لحد ما اعرف، يعني لو حققت هدف صغير اعرف احقق هدف كبير. تمام. دي النقطة التانية. النقطة التالتة ان انا ابص الايجابيات، ما ابصش للسلبيات. بمعنى انا شايف شخص قدامي دلوقتي عمال يتكلم، ممكن اشوف نفسه مثلا وراح اشوف صفحته الحاجات الوحشة اللي بيعملها. لا، انا بص على الجانب الايجابي. مثال سيام مثلا، انا بقول لك ايه، حاطط مهمة لنفسك في اليوم او هدف في اليوم، انك هتقعد مع عيلتك. تقعد مع عيلتك، هتقول انا بتخانق ومش عارف ايه وبيتكلموا في ايه وبيحبطوني لا، بص لها بمنظور ايجابي. بص لها انك مثلا دلوقتي انت مش موجود وميت. بص لها مثلا ان عيلتك دي، في ناس ما عندهاش عيله، في ناس ما عندهاش اب، في ناس ما عندهاش ام، في ناس ما عندهاش اخوات، في ناس ما عندهاش صحاب، في ناس، يعني بص لنفسك ايه المنظور ان انت في احسن. بص النعم اللي عندك، يعني مثلا انت في حاجات مستهونها، الايد دي يعني، واما بنعمة ربك فحدث، مش اللي هو تتفشخر بالنعم، لا انت تحمد ربنا ما بينك وما بين نفسك على النعم اللي عندك. عندي ايد وعندي رجل وعندي دماغ بفكر بيها، عندي عين. قارن نفسك على طول بالأسوأ، ما تقارنش نفسك بالأحسن. ولو هتقارن نفسك بالأحسن ما تحبطش نفسك، خدها من ناحية ايه، تنافس. يعني مثلا شايف حد حافظ حاجة أعلى مني وحاجة إيجابية، مش واحد بيعمل تيك توك وبيرقص والكلام ده، لا، أنا أقارن مثلا واحد حافظ قرآن وهو أصغر مني أصلا، حد فاتح بيت وهو أصغر مني. هبص للنقط اللي عنده كويسة، مثلا لو لقيتها أبوه مساعده، أمه مساعداه، سيام مساعده، فلان عامل له مش عارف إيه. دي حاجات انا مش عارف اغيرها في نفسي ولا هعرف ايه اعمل زيه فيها. فهنا بسلم وبدعي لمين؟ لربنا. واهم حاجة بقى البذرة التانية، يعني هي مجموعة عناصر كده مشتركة بتكون لنا الالتزام. والالتزام ده بيخلينا بني ادمين مسؤولين ومنتجين، بيخلينا بني ادمين كنا في حتة بعيدة خالص مش متوقعين ان احنا ممكن نخرج من الحتة دي، بيودينا في حتة. لو يعني انا عن نفسي ابص لنفسي دلوقتي على اللي فات ده، انا كنت في ضلال، كنت في ضلال كبير. بجري ورا شهواتي ورغباتي وما عملش حاجة لنفسي، ما فيتش نفسي، مش حاطط هدف في يومي ان انا احقق حاجة النهاردة، وفي كسل وتأجيل لكل حاجة وبتاع. بس اتمنى اكون فدتكم، ولو عايزين حاجة تانية زي الحاجات دي كده، يعني بقدرة الله وبفضل الله يعني اقدر اعمل لكم حاجات تانية يعني. بس انتوا شوفوا، بس عايزين تعرفوا ايه واساعدكم في ايه، واساعد نفسي قبل ما اساعدكم بيها يعني. بس واسمي عمر وشكرا. السلام عليكم. اقفل يا ابني. خد يا ابني تعالى اقفل. خد يا ابني تعالى اقفل الفيديو. مش جاي.